السلام عليكم عشاق كرة القدم المغربية. اليوم جيناكم بأخبار حصرية ومثيرة من عالم كرة القدم الوطنية، وما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم آخر المستجدات نادي الوداد الرياضي والكرة المغربية. دابا ندوزو مباشرة الأخبار اللي كتشعل الساحات الميريكاتو الشتوي لنادي الوداد الرياضي. وندوزو الآن الأخبار. مفاوضات وداد مع اللاعب بين مالونغا، عرض لاستعارة طارق سيسودالي، وصفقة منير المحمدي، واقترام بامبا ديانغ من الوداد. وندوزو للتفاصيل. خطوة مفاجئة، الوداد الرياضي كيتفاوض بشكل رسمي مع بين مالونغا الهداف السابق ديال الرجاء الرياضي باش يضمو في الميريكاتو الشتوي. في حالة هاد الصفقة تمت غادي تكون ضربة موجعة على الرجاويين ودعم كبير لهجوم الفريق المغربي الأحمر. رئيس الوداد هشام أيتمنى قدم عرض رسمي لنادي باوك اليوناني باش يستعير النجم المغربي ومهاجم المنتخب المغربي طارق سيسودالي للمشاركة في الموندياليتو 2025. اللاعب غادي يكون إضافة قوية للفريق في البطولة العالمية اللي غادي تقام في أمريكا في 2025. الوداد الرياضي توصل الاتفاق مع نهضة بركان لاستعارة الحارس منير المحمدي الكجوي. هذا الحارس اللي عنده خبرة كبيرة غادي يكون دعم كبير في الموسم المقبل على الصعيدين القاري والعالمي. الوداد قريب من التوقيع مع المهاجم السنغالي بامبا ديانغ نجم نادي أنجي الفرنسي اللي كيتعرف بالسرعة والقوة ديالو الهجومية. الصفقة في مرحلتها الأخيرة وكتبان أنها إضافة نوعية لخط هجوم الفريق الأحمر. شنو رأيكم في التحركات ديال الوداد؟ واش قادر الفريق يقدم موسم استثنائي؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة باش توصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله، ودمتم سالمين.